البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ وتدابير ام ميساء. نحييكم. اليوم جيتكم بهذا التحليه ونقولكم كل عام وانتم بخير وصحه رمضانكم. هذه التحليه مناسبه لسهراتكم، راهي تجي بنينه وبمقادير بسيطه. هنا عندي المقادير: لتر حليب، عندي باكي تاع فلان كراميل كما راكم تشوفوا، وهنايا نخلطوه، يعني نخدمو فلان عادي. نخلي الفلان راه فوق النار ونجي اللي يميز هذه التحليه هذو لي غامكان اللي راهم جدد وتوندونس، راهم دايرين ضجه في الاسواق. اليوم جبت لكم هذه التحليه، درتها معكم، جات بنينه ورائعه وجات بريستيج. هنا زدت الاضافه بعد ما غلى الفلان تاعي وطاب وخرته من النار، درت له كميه من الكوكاو بقشوره مطحون وكاطو فاني. هذاك الكاطو اللي كان عندي بالشوكولا طحنته وخلطتهم هنا مع بعض. من الاحسن البنات نخلطوا بالفوي باش هذوك لي غرومو ما يجوناش في الفلان تاعنا. هنا بعد ما برد الكراميل تاعي درت فوقه الفلان اللي درت له هذاك الخليط وخليتهم يبردوا مليح. هذه التحليه مادامها تبرد مادامها تجي بنينه. وهذوك المكونات اللي درناهم تاع الكاطو والكوكاو يمدوا لها بنه رائعه. ها هما ليمون، نحلوهم كيما هاك ونديروا لهم ديكور حسب الرغبه. شوفوا هنا درت لي سوريز ودرت لهم ايفيلي وهذاك الكراميل كما راكم تشوفوا. واللي يبغي فاني البنات هنا يزيد يديره بريستيج، يزيد البنان معاه الموز. راكم عارفين يتمشى بزاف الموز مع الكراميل، لوغو كراميل. نتمنى البنات هذه التحليه خفيفه ظريفه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها لسهراتكم. ما تنسوناش بالجيم والبارطاج وتعليقاتكم لفيديوهات اكثر ان شاء الله. سلام وصحه فطوركم.